6 weeks to go for the hardest physical challenge of my life. ازيكم؟ النهارده عايز اكلمكم عن اول ماراثون في حياتي، الكاليفورنيا انترناشونال ماراثون في ساكرامنتو كاليفورنيا يوم 8 ديسمبر. يعني فضل اقل من 6 اسابيع، الوقت ضيق جدا وده اللي بيخلي التحدي ده اكتر اثاره. الاسبوع اللي فات جريت في المتوسط 26 ميل. تفتكروا اقدر اخلص الماراثون ده في 4 ساعات و15 دقيقة؟ مش عارف، بس هعمل اللي اقدر عليه في الاسابيع دي. جريت نص ماراثون سان دييغو بيتش اند باي في ابريل اللي فات، وكان وقتي ساعتها ساعة و53 دقيقة. من ساعتها وانا بجري تقريبا 32 كيلومتر في الشهر، وده مش كمية تدريب كبيرة تحضيرا لماراثون كبير. بدأت أزود المسافة اللي بجريها كل أسبوع من سبتمبر، عارف إن السباق ده هيبقى تحدي، وإني أخلصه في أقل من 4 ساعات و15 دقيقة يعتبر طلب كبير في المرحلة دي، بس ناوي أستغل ال6 أسابيع الجايين عشان أدي نفسي أحسن فرصة لتحقيق الهدف ده، وده معناه إني لازم أجري كل كيلومتر في حوالي 5 دقايق و58 ثانية. حاجة بحبها جدا إني أجري الصبح بدري حوالي الساعة 6:30 مع شروق الشمس، ده بيديني حافز رهيب أبدأ بيه يومي. كمان بحب أجري على معدة فاضية، بالذات في الجريات القصيرة، لكن في الجريات الطويلة فوق 13 ميل باخد سولت تابلت وانرجي جيل عشان الالكترولايت والانرجي بتاعي يكون عالي. دلوقتي خليني أشرح لكم خطة الجري بتاعتي. شهر أكتوبر كان كله عن بناء قاعدة قوية. أنا مركز على الاستمرارية وزيادة المسافات تدريجيا وجري المسافات الطويلة كل يوم حد. الجدول الأسبوعي بتاعي بيشمل أيام راحة، جريات سهلة، ومزيج من السرعة وجري التيمبو عشان أبني التحمل والسرعة. في نوفمبر الأمور بتبدأ تبقى أكثر حدة، كل أسبوع بزود المسافات مع جري طويل كل يوم حد لحد ما أوصل ل 30 كيلومتر. الخطة بتاعتي بتحافظ على توازن بين الجريات السهلة، السرعة والتيمبو لبناء التحمل وتجهيز جسمي لمسافات الماراثون الكاملة. شهر ديسمبر كله عن التهدئة والاستعداد ليوم السباق. ببدأ بجري 16 كيلومتر وبعدها بقلل المسافات تدريجيا عشان أكون منتعش وأتفادى الإصابات. المرحلة الأخيرة دي مهمة جدا، المحافظة على السرعة وفي نفس الوقت السماح لجسمي بالراحة والتعافي. كل ده بيؤدي لليوم الكبير يوم 8 ديسمبر، الكاليفورنيا انترناشونال ماراثون. في ناس سألتني ليه تجري الماراثون؟ مش صعب جدا؟ بالنسبة لي في كذا سبب مهم. أول سبب هو إني أحب أضغط على نفسي وأشوف حدود قدراتي. أنا شايف إن النمو بيجي مع الخروج من منطقة الراحة سواء جسديا أو ذهنيا. الماراثون فرصة مثالية للتحدي ده. تاني سبب، أنا محتاج تحدي وهدف يحفزني في رحلتي مع اللياقة. تدريب الماراثون مش سهل، لكنه بيخليني مركز على تحسين نفسي والتطور باستمرار. وتالت سبب، إني عايز أكون قدوة كويسة لأولادي. أنا فعلا ببدأ أخليهم يشاركوا في الجري، وكل واحد فيهم جرى سباق السنة ديت وعندهم سباق تاني الشهر اللي جاي. إني ألتزم بحاجة صعبة زي دي، أتمنى ألهمهم هم كمان إنهم يواجهوا تحدياتهم ويكسروا حدودهم. في الأسابيع الجاية هشارك معاكم تحديثات عن تحضيراتي للماراثون، وهحاول أصور لكم لقطات من السباق نفسه عشان تعيشوا معايا التجربة. مقدر جدا وقتكم، وأتمنى تتابعوا الفيديوهات الجاية وإحنا بنقرب من اليوم الكبير.